ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة على فيديو جديد ونرجع تاني لسلسلة افلام 10/10 او سلسلة افلام العلامة الكاملة. السلسلة اللي انا مفتقدها وحشتني جدا 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 يا جماعة السلسلة دي، وللأسف انا كنت مقصر فيها الفترة الأخيرة، مش عارف ايه السبب بصراحة. يعني اكتشفت ان انا بقالي حوالي 3 أو 4 شهور فعلا ما نزلتش ولا فيديو على السلسلة دي، بالرغم ان السلسلة دي من افضل السلاسل بالنسبة لي او افضل السلاسل اللي انا شخصيا بحب اعملها جدا، بالرغم ان انا ببذل فيها مجهود يا جماعه كبير جدا بصراحه. ولو انت متابعني لاول مره، السلسله دي بتكلم فيها عن افلام انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان هي تستحق تاخد 10/10 او تاخد العلامه الكامله. والنهارده هنتكلم على واحد من افضل واهم الافلام اللي نزلت في تاريخ السينما، وهو فيلم ذا جرين مايل. وهقول لكم ايه هي الاسباب المنطقيه بالنسبه لي اللي خلتني اقول وبنفس راضيه ان الفيلم ده فعلا يستحق ال10/10. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. John Coffey, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing in this state. Questions? فيلم ذا جرين مايل هو انتاج سنة 1999، اللي بالنسبة لي هي اهم السنوات السينمائية في التاريخ. وده طبعا بجانب سنة 1994. بالنسبة لي السنتين دول يا جماعة اهم وافضل السنوات السينمائية اللي نزل فيها افلام في التاريخ. في سنة 1999 نزل افلام تانية زي فيلم ذا سيكس سينس، فيلم منجوليا، فيلم ذا ماتريكس، وكمان فيلم فايت كلاب. بالمناسبة فيلم فايت كلاب وفيلم ذا ماتريكس انا ضايفهم في السلسله دي، وطبعا بقيه اجزاء السلسله هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. طبعا بجانب الافلام دي نزل فيلمنا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، وهو فيلم ذا جرين مايل. الفيلم ده نوعه دراما فانتازيا انسانيه، لان فيه جانب خارق للطبيعه مرتبط باحد الشخصيات اللي موجوده في الفيلم. ولكن الجانب المؤثر في الفيلم بصفة عامة هو الجانب الدرامي، فعشان كده ما تنتظرش أحداث بقى موترة والأحداث اللي تشد الأعصاب زي ما بنشوف في أفلام الرعب وأفلام الصراع للبقاء على قيد الحياة. لا، ده فيلم من نوعية تانية خالص وهي الأفلام الدرامية. فيلم ذا جرين مايل من تأليف المبدع اللي أنا لاحظت إن إحنا بقالنا كذا حلقة ورا بعض بنذكره في أفلام كتير وبنتكلم عليه كتير، وهو الأسطورة ستيفن كينج. لو انت مش عارف ستيفن كينج، اكتب على جوجل شوف الراجل ده مألف لنا افلام ايه. السيناريو والاخراج من انتاج فرانك دارابونت. والفكره ان فيلم جرين مايل او ذا جرين مايل بيشترك مع فيلم ذا شوشنك ريديمشن من حيث المؤلف او المنتج او المخرج. طبعا الفيلم ده من بطولة مايكل كلارك ومن بطولة كمان المبدع ممثلي المفضل وهو توم هانكس. الفيلم ده يا جماعة ناجح جدا نقديا وجماهيريا، وبالرغم كده للأسف كانت فيه مفاجأة كبيرة جدا ان هو ما خدش الأوسكار، بالرغم ان هو ترشح ل4 جوائز أوسكار كاملة. الفيلم بالكامل مناسب للمشاهدة العائلية، باستثناء ان انت تعدي من ساعة و6 دقايق لساعة و9 دقايق، ال3 دقايق دول عديهم. باستثناء كده الفيلم كله مناسب للمشاهدة العائلية، تقدر تشوفه مع عيلتك مفيش فيه أي مشكلة. القصة بتحصل في الثلاثينات في سجن مخصص للناس المحكوم عليهم بالإعدام. المكان ده اسمه جرين مايل، وده الممر اللي بيمشي فيه المساجين آخر مرة قبل تنفيذ الحكم، علشان كده بيسموه الميل الأخضر. توم هانكس هنا هو رئيس الضباط المسؤول على نفس القسم ده. راجل هادي محترم بيعامل المساجين بإنسانية قوية جدا بالرغم من ظروفهم الصعبة. في يوم من الأيام بيوصل ليهم سجين جديد، وهنا بتتغير كل حاجة. السجين ده اسمه جون كوفي، راجل ضخم جدا شكله يخوف، لكن تصرفاته العكس تماما. طفل من جوه. كل ما الضباط يقربوا منه يكتشفوا ان الراجل الطيب ده مش بس مختلف، ده كأنه نعمة ربانية ماشية على الأرض. ومع الوقت بيبان ان وجوده في المكان ده مش صدفة. بول بيبدأ يشك ازاي الراجل اللي بالطيبة دي يعمل جريمة بشعة زي دي وبسببها يتنفذ عليه حكم الإعدام. وايه السر اللي مخبيه جون؟ اكيد في حاجة غلط، اكيد الراجل ده بريء. الممر اللي بيبدأ بالموت بيتحول مع جون لطريق من الأمل، وبول بيلاقي نفسه قدام أكبر صراع في حياته. بيبدأ يدخل في صراع داخلي ويسأل نفسه هل المفروض فعلا ان انا انفذ حكم الاعدام على الراجل ده، ولا المفروض ان انا اهربه، ولا اعمل ايه بالظبط.
وخصوصا ان هو شبه متأكد بنسبة 1,000,000% ان الراجل ده فعلا بريء وعمره ما يرتكب جريمة بشعة زي دي. وهنا توم هانكس قدم واحد من اهم وافضل ادواره السينمائية يا جماعة في التاريخ حرفيا يا جماعة. راجل هادي حكيم بيعبر بمشاعره من غير ما يعلي صوته. الراجل ده يا جماعة بيمثل بعينه، فعلا صدقته يا جماعة. في مشاهد كتيرة جدا بيبدأ ان هو يعبر عن مشاعره مجرد بس ان هو يغير طريقة نظراته. مش مجرد ضابط في السجن تحس انه اب، تحس انه اخ، تحس انه صديق للسجناء. وطبعا ما نقدرش ننسى دور مايكل كلارك يا جماعة، اداء اسطوري يا جماعة، فعلا فعلا يحسسك ان انت قدام موهبة سينمائية ما حصلتش قبل كده. مزيج نادر بين ضخامة الجسم وطيبة الروح. نظرات عينه وهي مليانة خوف وبراءة تكفي تخليك تبكي من غير كلمة واحدة يا جماعة. علشان كده الراجل ده اترشح لدور الأوسكار كأفضل ممثل مساعد. الدور ده يا جماعة هو اللي خلانا نعرف مين هو مايكل كلارك. من الممثلين برضو اللي أبدعوا في الفيلم ده يا جماعة هو سام روكويل، المجنون اللي دخل السجن عمل فوضى قلبت حياة الكل. قدم شخصية المجرم المتعصب بشكل يقرفك ويعصبك جدا منه، وده طبعا هو دليل نجاحه. ومن الشخصيات فعلا اللي قدمت أدوار أسطورية في الفيلم ده يا جماعة هو بيرسي. الفكرة ان هو مش سجين، هو ضابط، بس للأسف شخصيته أسوأ من كل السجناء. بيمثل الغرور والقسوة والحقارة بشكل يخليك فعلا تكرهه من قلبك. كده اتكلمنا عن معظم شخصيات الفيلم، ولكن يتبقى شخصية واحدة تعتبر من أهم رموز الفيلم، هو شخصية الفار الصغير مستر جانجلز. الفار ده بيمثل الأمل وسط العتمة، في مكان كله أحكام إعدام وصراخ وباب بيتقفل على حياة ناس. فجأة بيظهر كائن صغير ضعيف بس بيدي شعور ان في حاجة بريئة لسه عايشة وسط القبح ده. الفار ده كان زي نقطة النور في ممر اخضر كله ألم وخوف. السجناء هنا كانوا محتاجين حاجة يتعلقوا بيها ويحسسوهم بالأمان طول الوقت، او يحسسهم ان في امل في المكان اللي هم عايشين فيه ده، حاجة بتحسسهم ان في حياة لسه بتسمع عليهم، انهم مش منسيين. فعشان كده الفار كان الصديق الوحيد اللي قدر يغير الحالة النفسية ويخليهم يحسوا ان هم بني ادمين مش مجرد رقم بيستعد للموت. شخصية الفار دي بالنسبة لي هي شبه مراية او شبه مرآة لشخصية جون كوفي. فعلا نفس الشخصية، شخصية شخص بريء، شخص ضعيف الى حد ما عملش اي جريمة في حق اي حد، ولكن للأسف بيتأذي بسبب الشر اللي حواليه في كل مكان. بعد سنين لما الراوي بيحكي بنلاقي ان الفار لسه عايش، وده مش مجرد تفصيلة، دي رسالة ان في وسط الموت في حاجات بتفضل عايشة، في وسط الظلم في أثر حتى لو صغير. فيلم ذا جرين مايل مش مجرد قصة عن سجن وإعدام، هي بتكشف حقائق فعلا قوية جدا عن فترة الكساد العظيم اللي كانت موجودة في أمريكا، سنين الجوع والظلم والعنصرية اللي كانوا عايشين فيها كلهم. John Coffey is a murderer. I don't think he did it at all. Take my hand, both. لو لاحظت ان الثلاثة اللي محكوم عليهم بالإعدام ما كانش اختيار عشوائي، كل واحد فيهم بيمثل فئة فعلا كانت موجودة في فترة الكساد العظيم، كانوا بيتهانوا يا جماعة في الوقت ده وبيتعرضوا لأقصى مراحل العنصرية. واحد منهم من السكان الأصليين، والتاني فرنسي مطاب، والتالت صاحب بشرة سمراء. التلاتة بيمثلوا الفئات اللي كانت موجودة في الوقت ده في فترة الكساد العظيم في أمريكا، اللي كانوا بيتعرضوا لأشد مراحل العنصرية. ده غير يا جماعة إن في مشهد كان موجود فيه في السجن، العمال فيه كانوا شغالين في الأرض كلهم سود ولابسين لبس السجن، إنما البيض كانوا واقفين عادي بلبس عادي. وده بيبين لك أقصى مراحل الظلم اللي تعرض له السود في الوقت ده. المخرج هنا يا جماعة عمل لفتة جميلة جدا، ان هو بدأ يعرض بعض المشاهد لفيلم اسمه توب هات. الفيلم ده يا جماعة كان انتاج 1935. فيلم بيتكلم عن المساواة والحب وان مفيش اي فروق بين البشر. من اهم يا جماعة رسائل الفيلم ده ان هو بيقول لك ان ما ينفعش ابدا تحكم على شخص من شكله. جون كوفي اتظلم بسبب مظهره، علشان جسمه ضخم وملامحه تخوف ولونه اسمر قرروا ان هو المذنب قبل حتى ما يسمعوه. محدش للاسف حاول يفهمه ويسأل هو ليه كان موجود في مكان الجريمة ده وقت حدوثها. كل اللي حصل للاسف ان هم حكموا عليه من بره، من الشكل، للاسف مش الحقيقة.
والنتيجة انه انسان بريء المفروض ينعدم على الكرسي الكهربائي، والجريمة الحقيقية ما كانتش هي اللي اتهموه بيها، الجريمة كانت انهم ما حاولوش يشوفوا اللي جواه. وهنا المخرج كان متأثر بقصة حصلت في الحقيقة يا جماعة قبل فيلم جرين مايل بسنين طويلة، وهي قصة ولد اسمه جورج ستيني، وهو كان عنده 14 سنة، وده كان أصغر واحد اتعدم في أمريكا بالكهرباء ظلم. الولد برضه حكموا عليه بالإعدام ظلم يا جماعة بسبب شكله أو بسبب إن هو أسمر البشرة، ولكن بعد 70 سنة المحكمة اكتشفت إن الشخص ده كان بريء وما عملش أي حاجة. جرين مايل بيمثل الحياة اللي بنقابل فيها شخصيات مختلفة، الطيب والشرير، ونتعلم فيها من مواقف كتير بتحصل لنا في حياتنا، واللي بنمشي فيها في ممر إلى أن نصل للموت اللي هو غرفة الإعدام. باختصار جرين مايل هو بيمثل الحياة اللي احنا عايشينها، وهنا بنعرف ان المخرج بيهتم بأدق التفاصيل في الفيلم. الموسيقى التصويرية هنا يا جماعة كانت أسطورة بمعنى الكلمة، موسيقى هادية ناعمة بس تقيلة بالمشاعر. لما جون كوفيد يظهر في المشاهد النغمات بتبقى دافية، تحس ان في نور، في براءة، في روح طيبة لسه موجودة في عالم مليان ظلم. ولما لحظات الظلم او الحزن تقرب، الموسيقى بتتحول لنغمات خانقة كأنها بتقبض على قلبك وتقول لك شوف قد ايه الدنيا قاسية. وبس كده، دي بالنسبة لي كل الاسباب المنطقية اللي خلتني اقول وبنفس راضية ان الفيلم ده فعلا يستحق 10 من 10. That's the most unbelievable miracle of all. This is the story of a miracle that happened here. بس كده دي تكون حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وقولوا لي في الكومنتات هل انا فعلا حمستكم تشوفوا الفيلم ده ولا لا. وما تنسوش تشوفوا بقيه الاجزاء اللي موجوده في نفس السلسله دي، هتلاقوها موجوده في الديسكريبشن تحت، وهتلاقوها موجوده برده في البلاي ليست او القائمه الخاصه بافلام 10 من 10. ما تنسوش للناس اللي مش مشتركه في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.